طبعا امبارح كانت قرعة الدوري الممتاز. دوري النيل نسخته الجديدة، وعرفنا الماتشات اللي هتتلعب الأسبوع الأول، الأسابيع كلها، بس خلينا هنا في الأسبوع الأول. المقاولين العرب هتلاعب نادي بلدية المحل. طلائع الجيش والبنك الأهلي. داخلية هتلاعب إنبي، وفاركو هتلاعب فيوتشر. الأهلي هيلاعب المصري، والاتحاد السكندري هيلاعب سيراميك كليوباترا. زد والإسماعيلي، وسموحة هيلاعب الجونة، وبيراميدز هيلاعب الزمالك. دي كانت المباريات الأسبوع الأول الدوري، القرعة اللي اتعملت امبارح وأسفرت عن المباريات دي. أنا بقول يعني بالنسبة للإسماعيلي اللي هو فريقي، يعني ياريت نشوف الإسماعيلي شكل تاني من السنة دي، اللي كان الفريق يعني مش لاقي نفسه. كنا بنزعل أو بنشوفه بالشكل ده وهو بيصارع على الهبوط كل سنة، خصوصا السنة اللي فاتت. يعني كنا لحد آخر ماتشين كنا بنصارع على الهبوط، آخر 3 ماتشات. فأنا بقول يعني اللعيبة تحس بالجمهور وتبتدي بداية الدوري بشكل تاني خالص غير السنة اللي فاتت خالص، عشان ده هيأثر بعد كده، عشان المباراة بعد كده هتبقى صعبة. هتلاعب الأهلي الأسبوع التالت، وماتشات كتير صعبة. يعني الدوري السنة دي هيبقى أصعب من السنة اللي فاتت، وبيراميدز جامدة وفي نادي زد ده. يعني أنا بقول إن مباراة زد دي مش هتبقى سهلة على الإسماعيلي، عشان هما جايبين لعيبة برضه، لعيبة أسامي يعني معروفة في الدوري. فلازم الإسماعيلي يعبر عن نفسه في أول الدوري إن شاء الله، في أول ماتش إن شاء الله ويكسب ويفرح جمهوره إن شاء الله. شكرا على المتابعة، وفيديو عجبكم دوس لايك واشتراك في القناة وضغط على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكوا. وشكرا لكم.